السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دعاء فتحي لفرش منزل الزوجية بلمسة عصرية. النهاردة معاكم في شقة عروسة جديدة. شقة عروستنا النهاردة في قرية كفر العرب تابعة لمحافظة دمياط. أول ما بندخل من باب شقتها كالعادة بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك للعروسين يا رب، ربنا يسعدهم ويهنيهم بكل شبر في بيتهم. دعواتكم ليهم من كل قلبكم وقولوا اللهم امين. زي ما انتم شايفين الريسبشن معانا واسع وطويل، بسم الله ما شاء الله، مقسم الجزء اللي هناك كده ده الصالون، وهنا كده زي ما انتم شايفين احنا كده لحد دلوقتي واقفين عند باب الشقه. ومن الناحيه التانية موجود معانا السفره كامله بالنسبه للنيش والسفره، وموجود في البار بتاعها موجود معانا مع الصالون. هنا 2 كرسي سفره كده، المنطقه دي كانت فاضيه حبينا نشغلها بالكرسيين. وزي ما انتم شايفين باقي الصالون والبنكت ده برضه تابع للصالون، وهنا ده البوفيه او البار الخاص بالسفره. في بداية الفيديو أحب أذكركم تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة لو أنت مش مشتركة، وتفعلوا الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد في شغلي في شقق العرايس. إن شاء الله أتمنى الفيديو النهاردة يعجبكم، إن شاء الله يكون فيه أفكار كتير وحاجات حلوة كتير، ومن أعلى برج في كفر العرب، وهنشوف المنظر الطبيعي من البرج من فوق الشكل الدنيا عاملة إزاي. هنا كده موجود معانا الصالون مكون من كنبة كبيرة حطيناها في المقابل، و2 كرسي فوتيه لون و2 كرسي فوتيه لون تاني، ومعاهم البنكت بالشكل ده. كان في ماتشنج ما بين الكشمير والكافيه في الالوان بتاعته، وعموما الكافيه بيليق مع الرمادي، فالدنيا كانت قريبه لبعضها. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هنا ده شكل ال2 كرسي صالون كده، دول اللي بمخدع، و2 تانيين من غير مخدع يعني بمسند او بكتف زي ما بنقول. هنا كده ده شكل الكنبه، وهنا الاتنين الكرسي الفوتيه التانيين، وحطيت ما بينهم كده الطقطوقه وعليها الاباجوره بالشكل ده. اما هنا موجود معانا البسكوتيره ومعاها بونبونيره وعلبه المناديل، وعملنا لها المفرش على شكل فيونكه كده او فراشه، بحيث ان شكل الترابيزه نفسه والرسم اللي عليها يبان. بسم الله ما شاء الله. السجاده برضو كانت الالوان بتاعتها من كل الالوان اللي موجوده في الصالون والجدار. هنا كده ده شكل البرج من فوق. البرج على فكره كان على النيل، كان حلو جدا. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شوفوا بقى منظر الاراضي الزراعيه، زي ما قلت لكم احنا هنا في قريه، وده كان برج اعلى حاجه في القريه دي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. فكنا شايفين القريه كلها منها. شوفوا ده شكل النيل كده، المنظر جميل. بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يسعدهم ويهنيهم، قولوا كده اللهم امين. ده شكل الاراضي الزراعيه والخضره، يقول لك الخضره والماء والوجه الحسن، وهم العروسه زي العسل، ربنا يا رب يسعدها ويهنيها بحاجتها. اما هنا موجود معانا الفضيه، وده شكلها كده من بره بالشغل بتاعها، موجود كده مدهونه باللون الشامبين، واللون المتطرب ده اللي داخله برده التطعيمات البسيطه باللون السيلفر، بحيث يبقى ماشي كله مع بعض مع المكان. هنشوف كل تفاصيل الفضيه، وهنقول لكم كل رف حطينا فيه ايه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. اول رف من فوق حطيت لها كده الابريق ده بالصينيه، هو بيبقى طقم كده فضيات انتيك للفضيات، وحطيت كده طبق جاتوه قدام مكياس، حاجات بسيطه، لان دايما اقول لكم ان الفضيه مش بتحتاج رص كتير وحاجات كتير زي ما الناس بتعمل في النيش، لا هي بتبقى محتاجه حاجات بسيطه جدا. باقي طقم الجاتوه والطقم القاروره ده بالكاسات حطيته هنا بالشكل ده. وهنا عملت الرف ده كده للحاجات السيلفر، وكان معايا صينيه مرايه كده مطعمه بالشغل السيلفر، حطيت عليها كده طقم كاسات كانت عطياله شكل وقيمه جميله جدا. وتحت هنا موجود معانا طقم خشاف بالصينيه حطيته بالشكل ده. وبكده تكون محتويات الفضيه معانا خلصت. ده شكلها كله كامل كده، اتمنى يكون رصتها عجبكم. نكمل بقى مع بعض محتويات باقي الشقه. هنشوف هنا مع بعض ده كده البوفيه. هنروح نشوف كل تفاصيله، وبعدين نروح نشوف النيش عملنا فيه ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، ربنا يسعدهم ويهنيهم يا رب. هنا حطيت لها كده طقم خشاف مع طقم شربات، وهنا حطيت لها طقم البايركس، لان خلاص كان ما عادش معايا اماكن في المطبخ، ودايما ببقى اسيب رف كده او حاجه في البوفيه، بحيث ان لو ما فيش مكان في المطبخ يجي معايا هنا في البوفيه. اما هنا حطيت لها كده زي ما شايفين طقم الاركوبال الكبير ده، الطقم ده اللي هو بيكون مستورد، بيكون عدده كبير جدا، حتى اكبر من الطقم الصيني اللي بيكون 12 ان شاء الله اللهم بارك، لان بيبقى كل حاجه فيه 2 كأن طقمين مع بعض. بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يهني عروستنا بكل حاجتها اللهم امين. ده شكله كده ودي رصته. هنا على البار من فوق حطينا ال3 شمعتين السيلفر دول، وفي اخر رف في البوفيه حطينا زي ما انتم شايفين طقم الاركوبايركس بالشكل ده، اخد مننا رفين.
حطينا الكوبايات والدورق وكوبايات العصير فوق، وباقي الاطباق محطوطه معانا تحت. نكمل بقى مع بعض محتويات باقي الشقه. هنا زي ما قلت لكم موجود معانا الاتنين كرسي دول تبع السفره، المفروض ان هما بيكونوا راس السفره 6 كراسي، احنا خلينا الكشمير كلهم مع بعض، والاتنين الكافيه بحيث ان هما يليقوا برضو مع الصالون، حطيناهم اللي هناك بحيث يشغلوا المكان مش اكتر. هنا ده شكل كده مفرش السفره، وعليها كده الفازه بالورد الجميل اللي لايق مع الكراسي. وهنا كده الكونسول انا عن نفسي كنت افضل ان يبقى مكان البوفيه، بس طلع ان حجم البوفيه اكبر من مساحه الجدار ده، فعلشان كده حطوا الكونسول بالشكل ده هنا. يعني الكونسول لما بيكون مع الصالون او ورا باب الشقه بيكون افضل بكتير، وكانت السفره تبقى على بعضها كامله. انا حبيت اوضح لكم للناس اللي بتبقى تعلق بتبقاش واخده بالها من المقاسات او المساحات، لان اوقات الكاميرا بتخدع في المساحه، فاحنا كنا في ارض الواقع وشايفين ان فعلا المساحه دي كانت صغيره على البوفيه، حتى برضو كانت صغيره على النيش لان ما شاء الله هو حجمه كبير. نشوف بقى مع بعض محتويات النيش. هو مكون معانا من 4 ضرفه، اللي هو النيش بقى الاثري، اللي هو زي ما بيقولوا بقى النيش مش الانياش الفضيات الصغيره كده اللي بتيجي اليومين دول، مع انه والله انا بفضل ولا ده دايما نقول هو كفايه اللف فضيه وخلاص. زي ما انتم شايفين كده حطينا اطقم الشربات مع اطقم كاسات في كل الارفف، وكل رف حاولنا ننسق فيه الحاجات اللي تليق معاه. وتحت هنا موجود معانا طقم خشاف كده وايس كريم، ودخلت معاه طقم كاسات. وتحت مننا موجود معانا جزء من الطقم الصيني. نروح للضرفتين اللي في النص ونشوف رصيناهم ازاي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب. تحت هنا حطيت لها جزء من الطقم الصيني زي ما انتم شايفين كده، فوق منه على طول الطقم الشاي والجاتوه، وفوق خالص اطقم شربات واطقم كاسات. بصوا كان عندي عذاب كده في الاتنين قارورة دول، لان هم كان ارتفاعهم اعلى جدا من ارتفاع اي رف موجود معايا في النيش، فعلقتهم شنقتهم بالشكل ده، عملتهم بخيط خيش بالشكل ده ودبستهم. ممكن يتشيلوا تشيل الدبابيس عادي سهل جدا، وان شاء الله مش هيبوظ حاجه، تبقى خرمين بسيطين لو حابه ان هي تغسلهم. وممكن ان هي تفك الرباط من القاروره نفسها، لان القاروره اصلا فيها دايره مدوره من النص، وهي جايبه 2 شكل بعض بالظبط، يعني مش واحده بس كنت اشيل همها. فانا حطيتهم بالشكل ده وعلقتهم كده، وعملتهم برضو بشكل ديكوري كويس، وفي نفس الوقت يكونوا امان ما يتحركوش من مكانهم. ونصيحه مني، احنا مش بنستخدم القارورات كتير اصلا، يعني بما ان احنا مسلمين وكده ودايما متعارف علينا بكل الخمر او كده، وبالنسبه للعصاير هتكون صعب في غسلها بالذات اللي بتكون مفرغه من النص دي، فبصراحه حرام ان احنا ندفع فيها فلوس، استبدلوها بطقم كاسات ساده افضل بكتير يعني. هنا كده زي ما انتم شفتوا معايا الطقم الصيني والطقم الشاي والجاتوه. وتحت هنا كان موجود معانا اطقم صواني اللي هي تقديم بزياده، وكوبايات الزياده حطيتها كده ايه في جنبين النيش جنب الادراج. نروح لاخر واحده معانا في النيش وشوف رصيناها ازاي. حطيت هنا قاروره دي بالحاجات الكاسات الذهبي اللي معاها، وحطيت معاها كوبايات شاي وميه، وحطيت هنا طقم القاروره اللي فيه شغل الكشمير مع الذهبي ده، ودخلت معاه طقم كاسات RCR. وهنا حطيت الطقم الكاسات السيلفر ده ومعاه كوبايات شاي وميه سيلفر، والرف اللي قصاده هناك من الناحيه التانية برضو سيلفر زيه، بحيث ان العين من بعيد تبقى مرتاحه وما تحسش ان في الوان كتير في النيش. وهنا باقي الطقم الصيني، لان هي كانت جايبه الطقم الصيني الكبير اللي هو عدده 12. وبكده يكون محتويات النيش معانا خلصت. اتمنى يكون عاجبكم، وما تنسوش تدعوا دعوة حلوة للعروسة كده من قلبكم. وده شكل الريسبشن كده من بعيد. وهنا موجود معانا طرق التوزيع بتدخل على الغرف. موجود معانا كده دي غرفة الليفنج او الغرفة معانا، موجود فيها الركن حرف L. وهنا موجود كده مكتبة للشاشة، بس هم عملوا شاشة معلقة ما حطوهاش على المكتبة نظرا لان باب البلكونة هيفتح عليها، فعلشان ما يكونش لا قدر الله فيه حوادث او اي حاجة. وهنا كده الكولدير، وكان موجود شيلة ارضية كده متنجلة من قطن. وده شكل الركنة، يعني دول الشلته كده نص ربع دايره، كل شلته فيهم ربع دايره، وهي مكونه كده الحشو بتاعها من قطن على فايبر، اللي هي تبقى جلسه ارضيه للارض، يعني سواء بقى حد بيقعد على الارض ما بيحبش يقعد على حاجه عاليه، او حد بيحب ياكل على الارض او كده. لو اخدت بالكم هتلاحظوا ان الشقه ما شاء الله هي مش فيها ستاير خالص، لان هم مأجلين الموضوع ده، ودايما ده اللي انا بتكلم فيه. الحاجه اللي انتم مش حابين تجيبوها دلوقتي او ما فيش امكانيه ليها دلوقتي، مش شرط ان انتم تجيبوها.
فيما بعد كل حاجة بتيجي. وهنا الستاير بتبقى وظيفتها ان هي تداري لو في جيران او في حاجة تبقى سترة، وطالما هي شبابيك مش الموتيل، شبابيك بشيش وازاز وكده، فعادي جدا. زائد ان احنا في برج هنا، وقلت لكم اعلى برج، فالعروسة هنا بكل الاحوال هي مش مجروحة او مش متشافة بمعنى اصح من اي جرح، ولا لان هي اعلى من كل الجيران الموجودين حواليها. هنا كده مع بعض في غرفة الاطفال، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هنا الغرفة كاملة 2 سرير وما بينهم كده الكومود بالشكل ده، وبرده اذواق العفش زي ما انتوا واخدين بالكم اغلبها كده على الرمادي، هم ذوقهم واحد وحبهم للون واحد كده. هنا كان لسه في بس ظرفة ازاز مش راكبه، هي موجوده معانا هنا بس تقريبا حد فكها، وانا بصراحه ما عرفتش اركبها، فحد بقى محتاجه ان حد يركبها او كده. لو وصلتوا معايا من الفيديو لحد هنا اتمنى تكونوا حطيتوا اللايك وكتبتوا التعليق الجميل بدعوه حلوه من قلبكم كده للعروسه، وتقولوا لي رايكم في شغلنا في شقه عروستنا النهارده. شوف بقى مع بعض محتويات الدولاب ورصيناه ازاي. قول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. ربنا يا رب يهنيها بكل حاجه في شقتها اللهم امين. انها كانت عروسه مؤدبه ومحترمه جدا، وكانت ذوق جدا جدا. هنا كده زي ما انتم شايفين فوق معانا الملايات بتاعت سراير الاطفال، وحطيت معاهم كده دباديب بتاعت اوضه الاطفال وفوط للسراير الاطفال او فوط الاطفال بمعنى اصح. وهنا تحت كده باقي الفوط، وفي الجنب اللي هو الطويل ده حطيت فيه الكوفرتيات بتاعت سراير الاطفال كل 2 جنب بعض، هنشوفهم بالتفصيل دلوقتي مع بعض. هنا حطيت كوفرتا سوفت كده ما بين اطقم الملايات، وهنا حطيت لها الفوط بالشكل ده، وظهرنا كل الرسومات اللي فيهم. وتحت منهم برضو عملنا الرصاد دي كل حاجة زارة، وفي فوط كده صغننة طبقناها بتطبيقة صغننة خالص. وهنا كده موجود معانا كوفرتيات بالشكل ده، كل كوفرتيتين مع بعض للسراير حاطينهم كده مع بعض، طعمناهم بالشغل الخيش البسيط جدا. او لو في حاجه فيها رسمه زي اللي فيها الورد البارز دي ما ينفعش يتحط فيها ستان عشان ما يبقاش الموضوع اوفر قوي. اما اللي فوق دي كان فيها شغل بسيط فحطينا فيها الفيونكتين الستان دول، فعاطين لمسه جماليه حلوه، غير لما يبقى الحاجه مشغوله وعليها وجه او رسومات واحنا نحط ستان بصراحه بيبقى الموضوع اوفر قوي. لكن لما بتكون رسمه بسيطه واحنا نكمل بحاجه بسيطه ونربط بيها كده، فبيبقى عاطيه شياكه ولمسه بسيطه بتحسوا فيها بالرقيه اكتر. هنا تحت كده حطينا اللحافين الاطفال وظهرنا عليهم رسمه الثعلب الموجوده دي. اما فوقهم على طول حطينا البطاطين الخاصه بسراير الاطفال، وهنا البطاطين كانت البطاطين بالمفارش بتاعتها. وفي النص كده برضو كان موجود معانا دفايات وحاجات خاصه بالسرير الكبير. وهنا ال3 مفارش القطيفه اللي هم بيبقوا عاطين على الشكل التركي شويه، اللي في النص ده الكبير واللي في الجنبين دول بتوع الاطفال. وبكده تكون محتويات غرفة الأطفال كاملة معانا خلصت، والسجادة بتاعتها آخر حاجة كده شفناها مع بعض. وبكده تكون محتويات الغرفة معانا خلصت. ندخل بقى ونكمل مع بعض محتويات باقي شقة عروستنا، ونشوف هنا موجود كده على اليمين ده باب الحمام، علقنا لها البرانس والفوط بتاعته، وحطينا لها الثبت بقى بتاع الغسيل والحاجات اللي زي كده طبعا. وفي فرشة للحمام حطيناها برضو. وهنا مقابل الحمام على طول غرفة النوم، وهنا موجود معانا كده المطبخ. نشوف غرفة النوم وبعدين نرجع للمطبخ بكل تفاصيله. قول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب. والله تصدقوني الشقة من غير ستاير جميلة برضو، يعني تحس النور داخل كده ولا حاجة معتمة ولا حاجة. طبعا هم لو عايزين يعتموا هيقفلوا الشيش عادي جدا، لان الشبابيك دي ليها شيش فالشيش بيعتم مفيش اي مشكلة. هنا كده دي غرفة النوم، حاطين كده كومود كده جنب السرير بالشكل ده، وده كان منديل كاتب الكتاب. وبالمناسبه العروسه دي فنانه في شغل الهاند ميد، وهي اللي عامله لنفسها منديل كاتب الكتاب وبتعمل للعرايس كتير، فربنا يا رب يهنيها كده ويسعدها، وليها الصفحه بتاعتها وما شاء الله بتعرض شغلها جميل جدا. هنا كده زي ما انتم شايفين التسريحه بتاعت عروستنا حاطين عليها بعض الحاجات الاساسيه والضروريه. وهنا كده منظم للميك اب، وكان موجود معانا ارفف كده برضو وزعنا عليها بعض البرفيوم. وده الكومود التاني بتاع غرفة النوم، يعني السرير ما ينفعش جنبه الا كومود واحد فقط. هنا بقى موجود معانا اللي فوق هنا الازرق ده لحاف فايبر للسرير الكبير، وجنبه كده كفرته، وجنبه اللي فوق ده فوط الاستخدام. اما هنا دي الملابس بتاعه العروسه الشتوي. وتحت كده موجود اللبس الصيفي ولبس الخروج اللي متعلق زي ما انتم شايفين. وباقي اللبس بتاع الصيفي حطيناه في الناحية التانية
زائد بقى الملايات والكوفرتيات او البياضات بتاعه السرير الكبير. هنا باقي اللبس الصيفي بتاعها بسم الله ما شاء الله. في رف كده عملناه لشنط الخروج، والرفين اللي فوق دول خاصين بالعريس بس كان لسه اللبس بتاعه ما حطوهوش. وبكده تكون محتويات الغرفة معانا خلصت. ندخل بقى على المطبخ، وبفكركم تاني باللايك، اوعوا تنسوا تشتركوا في القناة لو انت مش مشتركة، وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد. ندخل بقى على المطبخ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك لهم يا رب. المطبخ على قد ما شكله يبان من بعيد ان هو بسيط، بس قد ايه ان بسم الله ما شاء الله اللهم بارك عروستنا كانت جايبه كل حاجه، ونحمد الله ونشكره من فضله ان هو لم معانا حاجه العروسه، لان احنا كان يعني عندنا بعض الشك كده ان المطبخ يقدر يلم معانا باقي حاجه العروس. بصوا بما اننا بقى من الناحيه التانية من الشقه، اوريكم المنظر من الناحيه التانية ان هو فعلا حقيقي اعلى برج هنا موجود في المنطقه. وبسم الله ما شاء الله برضو منظر البحر باين من المطبخ، والاراضي الزراعيه فشكلها جميل جدا ومريح جدا للنفسيه. ربنا يا رب يسعدها ويهنيها بشقتها اللهم امين. هنا دي ترابيزه المطبخ كده بتتفتح وبتتقفل، يقدروا ان هم يعملوها سفره او ان هم يفطروا عليها او بالنسبه للاكل او الاستخدام في المطبخ. هنا كده الرخامه بسم الله ما شاء الله حطينا كده عليها شيف المطبخ ده بطقم الفناجين الامور ده. وهنا كده كان في ستاند كده للمعالق، صفايات للمعالق والسكاكين وهكذا. وهنا كان في استندات للمجات وللكاسات، والجزء بتاع الطقم بتاع المشروبات. وهنا ستاند السكاكين والمعالق. اما هنا موجود معانا طقم التوزيع اللي بيكون العروسه بتحتاجه دايما جنب البوتاجاز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنا الناحيه دي موجود معانا التلاجة وجنبها ديب فريزر، وفوقها فوق منها على طول الفرن. هنا كده موجود الميكروويف. الوحدات دي من تحت كده لسه هتتقفل بالنسبه للطاسات والصواني، دي من تحت من هنا كده لسه كان لسه ليها تقفيله اللي هي الباب بتاعهم، بس للاسف كانت لسه مركبتش، كان موجودين من النواقص يعني. حطيت تحت كده حاجه الفرن بالنسبه للصواني، وفوق كده الطاسات حطيتهم على استندات بالشكل ده. لما بتكون الاستندات معايا متوفره بعملهم بالشكل ده، اما لو مش متوفره بنحاول نرسم راسه تكون برضو سهله بالنسبه للاستخدام للعروسه. وهنا فوق كده الميكروويف، ممكن هي تنقل الميكروويف هو اللي فوق التلاجة والفرن هو اللي تحت، بس الميكروويف اكتر استخدام، يعني العروسه مش بتحتاج الفرن كتير طالما فرن البوتاجاز موجود. فهي قالت اصلا مش هتستخدم الفرن، فقالت هم حابين ان هو فوق الفريزر لان هي مش هتستخدمه، الميكروويف عايزاه اللي في مستوى ايديها. هنا بقى موجود معانا الجزء ده، انا ما كانش معايا وحدات تحت ان انا احط فيها حلل، فعملت الجزء ده للحلل كده، يعني الرف الواحد اخد معايا طقمين. في الرف من تحت كده اخد معايا طقم الجرانيت اللي على اليمين والطقم السيراميك اللي على الشمال، يعني كده دول اول طقمين هي حابه ان هي تستخدمهم. وفوق كده كان موجود معانا طقم جرانيت تاني اللي هو البيج ده، وجنبه الطقم التيفال السفلون، وحطيت معاهم البريد والكنك تكون قريبه برضو لايديها. اما هنا بقى فوق خالص قالت لي مش هتستخدم الحلل الاستانلس الكبيره قوي دي، فرفعت كل الحلل الكبيره فوق. وفوق هنا بقى دي كده فوق التلاجة حطيت فيها علب خزين وحاجات لغرف الطعام وحاجات زي كده تكون خاصه بالتلاجة اكتر. وموجود فوق التلاجة كده طبق الفاكهه. الناحيه التانية كده الجزء العلوي كده من المطبخ، هنا حطيت لها الاجهزه الكهربائيه في اول رف بحيث تبقى جنب ايديها وعلى رخامها على طول. وفوق هنا حطيت لها بالنسبه للاطباق دي، كانت جايبه اطباق كده ملونه اللي هو طقم العشاء ده طقم تاني. ودخلت معاه كده شوبات للعصير، وحطيت معاهم كده طقم فناجيل للقهوه. هنا موجود معانا كبه وهاند بلندر وخلاط، وبسم الله ما شاء الله مضرب بيض اللي هو بالعجان، وموجود معانا برضو كاتل. هنا بقى الرشاقه موجوده فوق الحوض على طول، حطينا فيها طقم اطباق العشاء زي ما بيقولوا، هي تبقى عشاء وغدا وفطار والله وكل الحاجات، بس هم مسميين الطقم ده عشان هو طقم صغير بنقول عليه طقم عشاء. اما من تحت كده موجود بقى كوبايات شاي وميه وعصير للاستخدام. وهنا كده الجزء ده عملناه كده نيش مطبخ للكاسات وللكوبايات وحاجات بقى تقديم ضيوف، سواء برضو شاي او ميه او كاسات او كده، حطيناهم بالشكل ده. وبرضو كان في طقم للكاسات للاستخدام اللي على ستاند اللي وريتهولكوا ده. في الرف اللي فوق معانا كده كاسات الجيلي والهوت شوكليت والحاجات اللي زي كده والمجات. وكده الوحدات اللي فوق كده خلصت معانا. نشوف بقى من تحت من هنا
حاطه لها كده المفرمه دي، قالت لي مش هتحتاجها قوي، وحطيت وراها كل اللي هي مش هتحتاجه زي الاجهزه المكرره او اجهزه هي مش هتحتاجها دلوقتي، لان هنا الرف ما كانش مقسم فما كنتش عارفه احط تحت وفوق، فكنت بحط الاجهزه نفسها هي اللي تحت وفوق بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هنا كده كان موجود طقم حلل زي ألمونيوم وحاجات كده استانلس، بصوا ملهاش مدخل تاني اصلا من اي حته الا من الحته دي، فانا بصراحه مش عارفه هي تستخدمها ازاي، يعني خطأ في تصميم المطبخ. تحت الحوض كده موجود معانا الاطباق البلاستيك، والغساله الاوتوماتيك موجوده هنا تحت الحوض. وبكده تكون محتويات شقه عروستنا خلصت، اتمنى تكون عجبكم. اوعوا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، انتظروني فيديو جديد وشقه عروسه جديده. مع السلامه.